يسعد اوقاتكم، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم نحكي عن الدور الثاني من يورو 2024 بالمانيا. رح يبلش اليوم، رح يكون في عندنا مباراتين. الاولى حتكون الساعه 7 المساء ان شاء الله، وحتلعب فيها سويسرا مع ايطاليا، بينما الساعه 10 بالليل حتلعب المانيا مع الدنمارك. سويسرا ايطاليا، هي سويسرا قدمت عرض جيد في الدور الاول، حققت 5 نقاط بعد ما فازت باول مبارياتها على المجر 3-0، لكن تعادلت مع اسكتلندا 1-1 واجبرت المانيا على التعادل في المباراه الثالثه ب1-1 بعد ما كانت متقدمه بهدف مقابل لا شيء. المنتخب السويسري كما قلت منتخب قوي يمتلك لاعبين جيدين، واليوم رح يكون على موعد كبير جدا مع المنتخب الايطالي. المنتخب الايطالي الحقيقه ما ظهر بمستوى جيد وهو حامل اللقب في الدور الاول. المنتخب الايطالي فاز باولى مبارياته على البانيا 2-1 بصعوبه، لكن خسر في المباراه الثانيه امام اسبانيا بهدف 1 مقابل لا شيء، وفي المباراه الثالثه حقق التعادل مع كرواتيا بشق الانفس بهدف لهدف بعد هدف سجل في الدقيقه او في الثانيه الاخيره من الدقيقه الثامنه من 8 دقائق، واحتسبت بدل ضائع في تلك المباراه. الفريق الايطالي الحقيقه افضل لاعب فيه كان حارس المرمى دوناروما، اللي هو لولا كان المنتخب الايطالي ما بتوقع وصل للدور الثاني. كل عشاق الازوري طبعا ينتظرون من فريقهم اليوم انه يحقق النتيجه الجيده والنتيجه المطلوبه ويتاهل للدور الثاني. ومعروف انه فريق الايطالي فريق يعني دائما يقاتل حتى النهايه حتى يستطيع الوصول الى الدور الثاني. ولكن كما قلت المنتخب السويسري منتخب صعب، اليوم ممكن السويسريين يعملوها ويخرجوا الطليان من الدور الثاني. مباراه المانيا مع الدنمارك، هي المانيا حققت المركز الاول بمجموعتها ب5 نقاط بعد فوزين كبيرين على اسكتلندا 5-1 ومن ثم على المجر 2-0، لكن بعد ذلك تعادلت بشكل مفاجئ مع سويسرا بهدف لهدف، وبالتالي بعتبر ان المواجهه الاولى الحقيقيه للمنتخب الالماني كانت امام سويسرا اللي هي المباراه الثالثه، وبالتالي اليوم حتكون المواجهه الثانيه الصعبه على المنتخب الالماني. المنتخب الالماني منتخب جيد منظم، لكن كما قلت لم يختبر بشكل حقيقي في هذه المباراه في هذه البطوله حتى هذه اللحظه، وبالتالي ممكن ان تكون مباراه اليوم مباراه اختبار صعب على المنتخب الالماني في مواجهه المنتخب الدنماركي. الدنماركيين حققوا 3 نقاط في الدور الاول من 3 تعادلات، تعادلوا ب3 مباريات. اول مباراه مع انجلترا 1-1 وكانوا طرف جيد في المباراه. المباراه الثانيه لعبوها مع منتخب تعادلوا مع منتخب صربيا سلبيا بدون اهداف، وتعادلوا مع منتخب سلوفينيا بهدف لهدف في مفاجاه كانت كبيره. هي كانت اول مباراه بالبطوله لمنتخب الدنمارك وتعادل فيها مع سلوفينيا، فبالتالي اعتقد انه المنتخب الدنماركي منتخب خطير، لانه منتخب نعم لا يفوز لكن ايضا لا يخسر ويقاتل حتى اللحظه الاخيره، ولديه الكثير من الحلول ليزعج المنتخب الالماني اليوم. لكن حيفوزوا على الالمان؟ اعتقد الامر صعب، الا اذا استطاع الدنماركيون جر المنتخب الالماني. كما قلت المنتخب الدنماركي لا يخسر ولا يفوز ولكن ايضا لا يخسر، وبالتالي ممكن ان يجر الالمان الى ضربات الجزاء. ولديهم حارس طبعا ممتاز جدا هو كاسبر شمايكل ابن مايكل شمايكل الحارس الدنماركي الشهير، وبالتالي المباراة نتوقع أن تكون مباراة قوية جدا بين الفريقين. إذا أذكر مرة أخرى المباراة الأولى بين إيطاليا وسويسرا الساعة 7 المساء، أتوقع فوز المنتخب الإيطالي في هذه المباراة وإنما بصعوبة. والمباراة الثانية ستكون من ألمانيا والدنمارك، أعتقد فوز الألمان ممكن أن يكون هو الأرجح، وإن كان أيضا ممكن أن يكون بصعوبة. هذا كان كل شيء. إذا مشاهدة ممتعة اليوم للمباراتين، وإن شاء الله بكرة بنحكي عن نتائجهم ونحكي عن مباريات بكرة ضمن إطار هذا الدور ال16 ضمن إطار اليورو 2024 بألمانيا. شكرا لكم لمتابعتكم، بتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والتنبيهات ليصلكم كل جديد من قناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.